مساء الخير يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشني. انا النهارده في برج القاهره، وزي ما قلت لكم انا مصوره لكم حاجات كتير قوي بتفاصيل، وعايزه اقول لكم ان دي حاجه جميله قوي وذكرى، يعني تذكار. آم، المكان تحفه قوي. مفيش ناس كتير لان انا جايه وقت متاخر. طبعا شايفين الفيو اللي ورايا عامل ازاي. هحكي لكم بقى حكايه دي حاجه بيعملوها لكم كده اختياري. مش غاليه خالص، ب 30 جنيه بس. بيبقى فيها اسمك، بيتسجل بالتاريخ وكل حاجه. وكمان بيتعمل عليها يعني نظام شرح تفاصيلي بالاسم، بس باللغة الفرعونية. وبيتكتب التاريخ اللي انت جيت فيه لبرج القاهرة كذكرى ليك. فالناس اللي بتحب موضوع الذكريات هيبقى موضوع جميل قوي. طبعا انا عمال اسكت عشان في ناس بتعدي فمحدش يتضايق وكده. بس فالموضوع فعلا لذيذ وحلو قوي. وبص الفيو ورايا عامل ازاي. انا هصور لكم كل حاجه طبعا، بس بجد فعلا الموضوع حلو قوي قوي قوي. عايزاكم تيجوا، هقول لكم كمان، هكمل لكم الشرح وهقول لكم التذكره بكام بالظبط للمصريين والاجانب، عشان طبعا في اختلاف رهيب جدا. اوكي. مساء الخير يا حبايب قلبي. طبعا انا هنا في بدايه المشوار. طبعا عايزه اقول لكم ان حتى عشان توصلوا لبرج القاهره في المكان نفسه، وانتوا بتتمشوا كده بعربيه او على رجليكوا او اي حاجه، بجد فعلا في كده متعه برضه تقعدوا تتفرجوا. طبعا منطقه الزمالك اساسا من احسن الاماكن اللي انا بحب امشي فيها واتمشى فيها. هاديه وسبحان الله كده، يعني كل مكان كده ليه جماله. هنا وصلت البرج وحجزنا التذكره، وزي ما قلت لكم ب70 جنيه. انا كان بقالي فتره كتيره قوي يعني ما رحتوش بصراحه. كنت بروح ايام كان 30 جنيه، دلوقتي بقى ب70. بصوا المنظر من تحت عامل ازاي. بجد غيروا حاجات كتير بالنسبة للإضاءة. وكمان بقى في شوهات كتيرة قوي فوق، ممكن كمان تعملوها زي التصوير وهتشوفوا دلوقتي كل حاجة. ده المكان كده من كل الزوايا قبل ما نطلع أسانسير عشان نطلع البرج. طبعا هنا دي الاستراحة. تستنوا الأسانسير لما بيجي. المعلومة، الدور في الأسانسير في البرج ب10 أدوار، يعني الدور الواحد ب10 أدوار تقريبا. ده منظر من زي ما انتم شايفين كده الأسانسير. كنا قاعدين في الانتظار مستنيين. طبعا كان لسه في الدور السابع، زي ما قلت لكم الدور ب10 أدوار. بس بصراحة الانتظار يعني ما حسيتش بملل خالص، بالعكس. أم، كنت مستمتعة بكل لحظة. وخلاص انا كده الاسانسير نزل، ركبنا هنا انا جوه الاسانسير. طبعا حسيت يعني برهبة كده، انا مش معقول هطلع كل الادوار العالية دي. بس ايه، كنا بنحاول ان احنا يعني ايه نسيطر على الموضوع، يعني ما ندققش قوي. بتحسوا كده ان القلب بيتسح شوية، بالذات ان عشان عندي فوبيا من الاسانسير وكده. بعد كده بننزل، لازم نطلع دور كمان عشان في مطعم وفي كافيه تقدروا تقعدوا فيه. بس بصراحة ما قعدناش لان الوقت كان متأخر جدا. وخلاص كده طلعنا البرج، وبعدين بقى قابلني الشخص اللي انا قلت لكم عمل اسمي على برداية بالطريقة الفرعونية. اسمك كان برج القاهرة وتاريخ الزيارة بتاع اليوم. ده كده اسمك بالرموز الفرعونية، بيبدأ من الشمال لليمين. أول رمز عندك هو موج البحر، ده بيدل على تقلب المزاج من الحاجة، تعصبي من الحاجة. عندك رمز الريشة، ده بيدل على الخير والعدل. ده رمز اليدين المتشابكة، ده بيدل على حب التعاون مع الآخرين، شخصية متعاونة. ده رمز الطائر الليلي، ده بيدل على إنك بتحب وقت بالليل دايما عن النهار. اخر رمز عندك هو النسر، ده بيدل على الذكاء والقوة والملاحظة والتركيز، مركز في الحاجة اللي هي بتعرفها. ده كده اسمك بالرموز الفرعونية شرحه، ودي مميزات فدية بعدين. اديكوا شفتوا شرح لي اسمي ازاي باللغة الفرعونية، وذكرى جميلة قوي، انا فرحت قوي بيها لان انا بحب الذكريات قوي. واداني البرداية زي ما قلت لكم سعرها مش غالي، ب30 جنيه بس بتتعمل. وكان كمان كان في ناس ممكن تصوركوا صور اسعارها برضو مش غالية قوي، 75 لحد 100 وحاجة تصوير على حسب حجم الصورة. بس كده، فانا عايزاكم تروحوا بجد تجربوا، اللي لسه ما راحش يروح يجرب، فعلا هيحس بمتعة حلوة قوي، وهيشوف الجمال
مش عارفة، بس بجد تحس ان الموضوع يعني فيه كمية متعة رهيبة، يعني انك تشوف كل حاجة من مكان مرتفع قوي زي برج القاهرة كده، بجد متعة رهيبة قوي انك تتفرج على بلدك وجمال بلدك من مكان عالي قوي، حاجة بجد تجنن قوي. فروحوا وغيروا جو، اعملوها كده واكتشفوا الموضوع، واللي راح قبل كده يروح، لان فعلا بقى في تغيير كده، حاجات كتير قوي غيروا فيها. مش هطول عليكم بقى، هسيبكم تتفرجوا على المتعة الجميلة دي. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. اشوفكم على خير، تنسوا اللايك والشير. باي باي.